مبدئيا كده يا جماعة، الشخص الجعان بوظ الشغلانة. بوظ شغلانة كرة القدم، خلاص ما هو واحد جعان، فبالتالي بوظ الشغلانة. لما جعان يدخل المجال ومش فاهم، انت كإداري تمام، ربنا كرمك ومسكت مثلا إداري في أي نادي، فبالتالي ده تليفونك مفتوح ال 24 ساعة. سمسار كلمك، وكيل كلمك، مدرب عنده أكاديمية كلمك، الو انا عايز انزل لعيبة تختبر. واجب عليك اي حد يكلمك تنزله اختبارات. لما حد يقول لك ان في لاعب مميز عايز انزله، لازم تنزله. ما هو انا مش هبعت رسالة لإداري وارن عليه وما يردش، وابعت له رسالة على الواتس وما يردش. ليه انت ما بتردش ليه؟ اذا كان العبد لله، العبد لله. مش عايز اقول لك اشهر منك ومن اللي جابوك، واي عيل صغير بيرد محتاج مساعدة بفتح عليه. يعني لما يكون عندي فانز كتير على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى اي منصة، وحد بيبعت لي برايفت بفتح عليه، محتاج مساعدة بساعده. انما انت تكون اداري. يعني انا لما هبعت لك لعيبه بساعدك وبساعد النادي بتاعك عشان ابعت لك لعيبه مميزه. انت بقى هات لي سبب ما تردش عليا ليه. يعني ما يكونش فيه شخصيه ولا كلام ما بيننا. يعني مثلا بنيجي نبص نقول لك النادي ما فيش فيه لعيبه. النادي انت ما فيش ناشئين في مصر ليه؟ ما هو بسبب جهل امك. ما بترضاش تفتح على حد، ومتكبر علشان انت شخص جعان، مش عايز ترد على حد ولا عايز تتكلم. ما احنا بنرن عليك عشان نعرف منك مواعيد مثلا ل 2010 ل 2011 ل 2012، نعرف المواعيد امتى وامتى نجيب لعيبه، علشان في لعيبه مدفونه مش عارفين اللي احنا ننزلها اختبارات. فبالتالي اي اداري جعان او اي مدرب ماسك براعم، اي حد يكلمك رد عليه. واي حد يقول لك عندي لاعب، هاته يا عم وشوفه، شوف احسن من اللي عندك ولا لا. ما هو انت ما بتكبرش دماغك، وعندي مجموعه ومن الناس القديمه. خليك مدرب جريء، وما حد يقول لك عندي لاعب هاته يا عم وشوفه. انت خايف تجيب لعيب علشان رئيس قطاع الناشئين او رئيس النادي؟ هات يا عم وقول لرئيس النادي في عينه الراجل ده احسن من ده. ما هو انت مدرب بتاكل عيش شخصيه ضعيفه، وانت اداري جعان عمرك في حياتك ما مسكت ورقه وقلم. ويوم ما تمسك ورقه وقلم خلاص، يعني يوم ما تمسك ورقه وقلم خلاص بقى انا يعني بقى انا رئيس مش هرد على حد. ما هو ده جوع. فمش عايز اقول الفاظ، وكفايه كده. فيا جماعه، اي حد في المجال ما يوسخوش، يسيب المجال يعني بالشويه الحلوين اللي فيه القليلين. لما اداري حد يرن عليك، هو بيرن عليك مش عشان يقول لك ازيك سلامات انا بموت فيك وعايزك تمضي لي على التيشيرت. هو بيرن عليك عشان يستفسر منك على حاجه، تبقى انت راجل محترم ابن محترم وتفتح عليه. وانت كمدرب ماسك فرقه وحد يقول لك عندي لعيب جامد كويس، هاته يا عم شوفه في وسط الناس. ما انتوا يا جماعه يعني هقول لك ايه، بس السلام عليكم.